كتافه بس، كتاف الراجل، ما بالك بقى. ايه يا ولية، ايه يا ولية انت؟ هي وصلت كمان كده؟ وصلت كمان تقولي ما بالي الحاجات التانية؟ كل واحد يخلي باله من لغاليبه. مكان النهاردة في ظاهرة اقتحمت حياتنا، عايزة تنغص حياة كتير من الزوجات، عايزة تخرب البيوت، مش عارفة هي عايزة ايه بالظبط. الظاهرة دي اسمها ياسمين عز. ياسمين عز دي يعني ظاهرة غريبة جدا. خلاص بقى كل المشاكل اللي عندنا خلصت لما واحدة تيجي في قناة كل حلقة كلامها عن الرجالة بالشكل ده، عيون شتوية، صوت شتوي، خلي صوتك سهتان، عيون سهتانة، تسبيل العيون. ايه في ايه في ايه يا بنت انتي في ايه؟ خلاص مشاكلنا خلصت، مفيش غير الكلام اللي انتي بتقوليه ده. طب ادي نصايح أسرية. ليه يعني انتي متحيزة للرجالة؟ ليه بتدوري على عريس؟ عايزة عريس يعني وبتقولي له انا اهو، انا تحت رجليك شبيك لبيك، انا ملك ايديك، في ايه؟ دي كده الاداء بتاعك تحفه جدا. قلت لكم فرجة الرومان، خليكم معانا. حبيبه قلبي، انا صوتي شتوي. والمصيبة الكبيرة كمان انها مش متجوزة، يعني ما جربتش على الطبيعة الرجالة ومسؤولية البيت. رخص بعد كده مفيش. يعني واضح انها بتدور على عريس بس بشكل تاني، يعني غير مباشر. اهو منه عريس ومنه ترند وشهرة وفلوس اكتر، ومنه توصل للناس رسالة انها محتاجة عريس وتكون ملاك للرحمة، وانها تكره الرجالة في الستات اللي معاها. الست يعني بتتحمل مسؤولية، وخصوصا المرأة العاملة مسؤولية بره وجوه. يعني انت عايزة ايه؟ عايزة عصر الجواري تاني يرجع؟ مفيش واحد ابن حلال يا جماعة يعمل فينا خير ويتجوزها ويريحنا، عشان كفاية فضايح ومهازل. ممكن سؤال يا أستاذة ياسمين، ليه وانت في أول حياتك المهنية وانت بالشكل ده ليه ما اتكلمتيش عن الرجالة ونفس المواضيع دي؟ ليه؟ عشان كنت حاسة يعني ان انت مش قد كده، مش قد. ولما عملتي عمليات التجميل حسيتي ان انت محتاجة عريس، محتاجة راجل؟ لكن وانت تحت رجله دوس عليها جمالك حبيبي. العادي، يعني جمالك الطبيعي اللي ربنا خلقك بيه، ليه ما كنتيش بتعملي الحلقات دي؟ ليه؟ لو الفيديو عجبكم ياريت ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.